ازيك يا عزيزي الفنان؟ عامل ايه الاخبار؟ اتمنى تكون بخير وفي احسن حال. لو انت ما تعرفنيش فانا عاصم درويش، وفيديو جديد يعتبر من اقوى الفيديوهات اللي انا بعملها، لان احنا النهارده هنتكلم عن تحديث جديد من تحديثات شركه ادوبي، وخصوصا برنامج فوتوشوب. وبصراحه يعني التحديث ده عامل قلبان اليومين دول، لانه عباره عن ان انت بتحول اي صوره 2 دي ل 3 دي بتك الزرار وجوه برنامج الفوتوشوب. فيلا بينا نشوف التحديث ده ونشوف الكلام على ايه. وطبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان لو في اي فيديو جديد نزل يوصل لك على طول. وقبل برضو ما ابدا، حابب اشكركم كلكم على التفاعل الجميل جدا اللي انا شفته على الفيديوهات اللي فاتت، وخصوصا اخر فيديو اللي هو كان اسمه برومت على الرايق. بصراحه التفاعل بتاعكم فرق معايا جدا واتفاجئت بيه كمان، ما كنتش متوقع ان فيديو زي كده ممكن يعجب ناس كتير. دعمك ده هو اللي بيخليني اكمل. ومن غير كتير بقى، يلا نشوف بقى الكلام على ايه مع ادوبي فوتوشوب نسخة البيتا. طب يا عزيزي الفنان، زي ما انت شايف كده التحديث ده نزل بس على نسخة البيتا، يعني ما نزلش على النسخة الرسمية لسه. وطبعا هما لسه بيجربوا بيشوفوا الفيدباك بتاع الأداة دي، بس يعني هي بشكل مبدئي كويسة، لكن لسه برضو يعني لسه محتاجة شوية تظبيط. فيلا نجرب. دلوقتي أنا جبت صورة لطريق زي ما أنت شايف كده بالليل، حلو. ومعايا صورة تانية برضو العربية. طبعا الصورة دي معمولة بالاي اي، مش حقيقية طبعا. لكن ملحوظة مهمة جدا جدا جدا، وانت بتستخدم اي صورة وبتطبق عليها الاداه دي، لازم ان الصوره تكون الكواليتي بتاعتها عاليه. ده ليه؟ عشان الاداه بتقلل من جوده الصوره. حلو الكلام. طيب فاسحب صوره العربيه واحطها على الطريق. تمام. طيب انا عايز العربيه ما تكونش كده، انا عايزها تكون العربيه في نفس وضعيه الطريق بالظبط. فبنعمل ايه عشان نستخدم الاداه دي؟ اول حاجه بندوس كنترول تي، وبيظهر عندنا اوبشن جديد اسمه روتيت اوبجكت. روتيت ايه اوبجكت تحت اهو. دوس عليه. هو بيبدأ يعمل معالجة للصورة وبيحول لك الصورة دي من 2D ل 3D مجسم. تعال نشوف. طيب زي ما انت شايف كده هو حول الصورة من 2D ل 3D. بس في ملحوظة مهمة جدا، الأداة دي في الوقت الحالي لو هتستخدمها استخدمها في الحاجات البسيطة شوية. يعني ايه؟ يعني مثلا لو العربية دي كده وانا عايزها كده، تمام، مبلوعة، هيزود تفاصيل إلى حد ما مطابقة للصورة الأصلية. لكن لو مثلا العربية شكلها كده وانت عايز تخليها الناحية التانية كده، فغالبا مش هتكون او مش هتطلع زي ما في دماغك بالظبط. ليه؟ لان هو بيفتكس من دماغه، هو بيكمل تفاصيل من عنده، هو ما عندوش الصورة الأصلية. حلو. طبعا هو ممكن يحدثوها في المستقبل، يعني طالما احنا وصلنا لكده. لكن زي ما انا قلت لك اعتمد عليه في الحاجات البسيطة بس. فمثلا العربية كانت كده، فاحنا عايزين مثلا نخليها بالطول، يعني عايزين مثلا انا عايز اخليها كده يعني بنفس الوضعية بتاعت الطريق. حلو. وهبدأ اظبطها. اقدر طبعا الفها يمين وشمال، اقدر كمان فوق وتحت. حلو الكلام. فتعالى بقى كده نظبطها. مثلا هي كده بالنسبه لي الى حد ما يعني ماشيه مع الطريق. طبعا في حاجه ثالثه هنا، وهي حاجه اسمها البرسبكتيف، اللي هو مثلا ايه، يعني بيغير من منظور العربيه. حلو. ممكن مثلا المنظور ده، ممكن مثلا المنظور ده، حسب ما انت عايز بالظبط. بس طبعا خليها في الطبيعي، في العادي جدا. ماشي. ونقول له يعني نحاول نعدلها كده شويه. ماشي. ونقول له done. طبعا ما تقلقش، انت طبعا شفت الكواليتي ضاعت والدنيا خربت، لكن هو لا، هو طبعا دلوقتي هيحسن الكواليتي. هو بمجرد ما هيرجع الصوره تاني هيظبط الكواليتي بتاعتها. طبعا احنا غالبا لعبنا في البرسبكتيف. بص زي ما انت شايف كده، طبعا هي الى حد ما العربيه برضو الصوره مش مظبوطه، وانا زي ما فهمتك قلت لك ان هو الى حد ما برضو لما انت هتعمل تغيير 180 درجه ففي بعض التفاصيل هتطير منك. لكن تعال نكمل. طب انا بقى برضو عايز ادمج الصوره مع المحيط اللي هي موجوده فيه، فهبقى ادوس على ايه؟ في اوبشن تاني برضو لذيذ جدا، حاجه اسمها هارمونايز. الهارمونايز ده عباره عن ايه؟ عباره عن انه بيدمج السبجكت في الصوره اللي هو محطوط فيها. تعال كده نجرب ونشوف. برضو الى حد ما هي النتائج مش مرضيه قوي، لكن الى حد ما طالما احنا وصلنا لده فاحنا نقدر نوصل لاكتر من كده كمان. طيب يا فنان، زي ما انت شايف كده هو دمجها الى حد ما يعني، وظبط الصوره، ويعني الى حد ما بالنسبه لي نتيجه مرضيه الى حد ما. طبعا احنا لولا ان احنا لعبنا شويه في البرسبكتيف كانت العربيه ظبطت شويه عن كده. حلو. طيب البرسبكتيف ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن زاويه رؤيتك للسبجكت نفسه. انت مثلا لما تبقى مثلا واقف هنا، لما تبقى انت واقف هنا وبص العربيه، زاويه رؤيتك مختلفه غير لما تبقى انت بعيد شويه عن العربيه، وهكذا. دي فكره البرسبكتيف. ماشي. طيب تعال نجرب تجربة تانية ونشوف برضو هنقدر نوصل لإيه. دلوقتي أنا جبت صورة تانية برضو لطريق تاني. حلو. أنا ليه بجرب في العربيات؟ لأن هي غالبا إحنا معظمنا بنستخدمها في حاجة زي كده. حلو. وجبت صورة لعربية تانية زي ما أنت شايف كده، عربية لذيذة بنت ناس أهي. حلو الكلام. وهنعمل لها ريموف باك جراوند عشان نفرغ الخلفية. حلو. يا مسهل الصورة أهي خلصت. ماشي. نشدها كده ندخلها على الطريق.
حلو، هي الى حد ما مظبوطه، يعني هي حظنا ان هي جت مظبوط. طب انا بقى معلش انا راجل رخم وعايز اخليها بالعكس، عايز العربيه تكون رايحه مش جايه. هنعمل ايه؟ كنترول تي، حلو الكلام، وروتيت اوبجكت. هيبدا ان هو يحول لي الصوره دي من 2 دي ل 3 دي. احنا بنجرب مع بعض بنشوف الموضوع هيوصل معانا لايه. طبعا هو دلوقتي حول لي الصوره من 2 دي ل 3 دي، فانا اقدر ان انا الف العربيه زي ما انت شايف كده. هي لو عربيه مشهوره ومعروفه هيعرف يجيبها لك مظبوط، لكن لو حاجه مختلفه شويه لا. بص، هو اكيد طبعا هيعك، يعني هو اكيد هيعك لان زي ما انا قلت لك هو بيكمل ده من عنده. حلو، فعشان كده لما تيجي تستخدمها مثلا يعني انا مثلا العربيه كده، لا انا عايزها تبقى كده، فالى حد ما مش هيزود تفاصيل كتير عن تفاصيل الصوره الاصليه. لكن لو انت بقى هتحولها 180 درجه فغالبا الصوره هتتغير تماما. حلو، فزي ما انت شايف كده اهو، ابدا ان انا ايه، طبعا زي ما قلت لك اقدر الف يمين وشمال، واقدر كمان فوق وتحت. حلو، واقدر كمان برضو اعمل روتيت للصوره نفسها يعني. حلو، بس واقدر كمان اتحكم في البرسبكتيف. حلو، طيب فكك من كده خالص، هنصغرها كده شويه، انا عايز العربيه تبقى كده ونقول له دان. طبعا الكواليتي السيئه دي هو اوريدي بيحسنها، هو بيحولها لكده عشان تعرف يبقى الموضوع بالنسبه لك سهل وسلس وانت بتغير الزوايا بتاعت الصوره. لكن بمجرد ما انت هتقول له دان هيظبط لك الكواليتي بتاعت الصوره. فخلينا كده نشوف يعني هيعمل ايه او هيوصل لايه. او زي ما انت شايف كده بص، حلو، مرضيه جدا بالنسبه لي على فكره. يعني هو الى حد ما يعني هي كويسه، يعني هو اوريدي ظبط تفاصيل، حتى لما زود تفاصيل زود تفاصيل مظبوطه. اي نعم في هنا شويه عك، بس يعني الى حد ما مظبوطه. طب لو انا بقى عايز ادمج الصوره، هنختار على الاوبشن اللي اسمه ايه، اسمه هارمونايز. الاوبشن ده بيدمج لك اي صوره انت حاططها في البيئه اللي الصوره محطوطه فيها، وبيرسم الشادو والظل وكل حاجه. طبعا احنا مش هنعتمد عليه لو انت بتشتغل في الموضوع ده، فما تعتمدش عليه بنسبه 100%. هي ممكن يكون هو بيظبط لك شويه حاجات لكن انت هتكمل عليه. طبعا ده بياخد شويه وقت عشان يدمجه. طبعا هو بيقرا الصوره وبيشوف التفاصيل بتاعت البيئه المحيطه بالصوره عشان يبدا يدمج الصوره بشكل مظبوط. تستاهل تتحب بجد. اهو زي ما انت شايف كده هو قدر يدمج الصوره بشكل كويس. طبعا بيديلك 3 اوبشن، ادي او ادي اوبشن، بس طبعا مش لطيف خالص ده. يعني ماشي، ممكن ده مثلا الى حد ما، بس طبعا هترسم شادو وتظبط الدنيا والى اخره. فزي ما انت شايف كده هو قدر يدمج الصوره بشكل مظبوط. بص العربيه كانت شكلها عامل ازاي وبقت شكلها عامل ازاي. أي نعم هي اتغيرت تماما، هي مش صوره حقيقيه، حتى الصوره دي معموله بالاي اي، لكن الفكره ذات نفسها معموله صح، وده اللي يهمني صراحه. التفاصيل بقى والى اخره دي لسه احنا لسه في البيتا، لسه ما الابديت ده ما نزلش بشكل رسمي في النسخه الرسميه. فالى حين ما ينزل في النسخه الرسميه اكيد هيكون حسنوه افضل من كده بكتير. يعني انا النهارده جايب لك امثله كتير حلو عشان برضو يبقى احنا ايه، شفنا الموضوع من زوايا مختلفه. انا قلت اعمل ايه يا عاصم؟ قلت اجيب الكوره. طبعا الكوره الى حد ما سهله، حلو الكلام. وجبت صورة تانية برضو، نفترض مثلا هنحط الكرة هنا كده. يعني شايف بتاع الشيل دي كده اهو، انا عايز احط الكرة دي هنا، فهنعمل لها ريموف باك جراوند. خلاص بقى احنا حفظنا الطريقة. تمام يا مسهل، اهو قص الكرة بتاعتنا، ناخد الكرة بتاعتنا كده ونروح هنا ونحطها هنا كده، ونبدأ ان احنا نعملها كده. حلو الكلام. طيب انا الزاوية دي من الكرة مش عجباني، حلو، انا عايز اعمل زاوية تانية للكرة دي، لكرة السلة دي. حلو الكلام. كنترول تي، لازم كنترول تي وروتيت اوبجكت، ونشوف بقى يعني موضوع الكوره بقى ايه ظروفه. يعني هل هيعرف يخليها بشكل يعني هيعملها بشكل صح ولا هيهبل فيها. يعني دي تعتبر حاجه بسيطه جدا يعني. حلو كده، هو قدر طبعا بص هو فنان في ده. ليه؟ لان هو غالبا هو الاشكال والحاجات البسيطه هو فنان فيها. تعالى كده نبص، طبعا هو هنا هبل، يا ريتني ما قلت فنان، هو هبل هنا. حلو، هو هنا هبل. بس بص عشان كده بص اللي انا بقول لك عليه، هو هيكمل معاك لحته بسيطه. لكن فكره ان انت تعتمد عليه ان انا اقلب السبجكت نفسه اقلبه 180 درجه هيهبل معاك. لكن بص كده هي كانت كده مثلا، لا انا عايزها تبقى كده مثلا. حلو، مثلا اهو كده. حلو الكلام. واقول له يا باشا دن. بص الكوره كانت شكلها، هوريك شكلها كان الاول عامل ازاي وبقت عامله ازاي. بكرر تاني، تستخدم ده لو انت عايز مثلا تغير وضعية منتج معين او حاجة معينة بنسبة بسيطة مش بنسبة كبيرة. حلو، لان انت لو هتعمل بنسبة كبيرة غالبا الصورة هتبوظ منك. طيب اهو ادي الكورة، بص هي كانت عاملة ازاي وانا قدرت احولها للوضعية دي بالكواليتي بتاعتها بكل حاجة. طبعا هارمونايز عشان ندمج الصورة دي مع البيئة المحيطة بيها.
وزي ما انت شايف كده يا عزيزي الفنان، يعني الراجل عاملها بشكل حلو برضه، يعني الى حد ما معموله بشكل حلو. طبعا مش مظبوطه بنسبه 100%، بس زي ما انا قلت لك انت هتقدر تكمل عليه، تاخد الماسك بتاعك وتشتغل انت بقى وتكمل. لكن انا بس بختبر فكره ان هو، فكره ان انا اقدر احول الصوره من 2 دي ل 3 دي واغير الوضعيه بتاعتها مع الحفاظ على نفس الكواليتي والتفاصيل، فهو الى حد ما كويس فيها. لكن زي ما قلت لك ما تافورش على الاخر. تعال بقى نشوف مثال اخير، والمثال ده يعتبر هو اصعب مثال فيهم. ماشي، فربنا يستر ونشوف بقى هو هيقدر يوصل معانا لايه. دلوقتي انا جبت صوره لهذا الاسد، حلو، وجبت صوره للمكان ده. انا عايز اوقف الاسد هنا بس بطريقه معينه كده في دماغي، حلو. فانا اول حاجه هعمل ايه؟ هعمل ريموف باك جراوند. ما اعرفش بقى هو هيقرا ده ولا لا، بس يعني خلينا كده نشوف ونتابع. حلو، طبعا هو بوظ الرجل بتاعته، بس مش مهم، مش مهم. ماشي، اهو ادي الصوره بتاعتي اهي. حلو الكلام، هنحطها هنا كده في ادي الاسد هنا اهو. طبعا انا عارف انت دلوقتي بتشوف حاجات، فاهم، من ايام السبعينات. يعني انا مش قصدي طبعا اعمل لك حاجه بالشكل ده، لكن انا بس بجرب وبنشوف يعني، بنختبر الاداء زي ما بيقول. طيب، انا عايز الاسد ما يبقاش باصص كده، انا عايزه يكون باصص يعني بدل ما هو كده، بدل ما هو باص بزاويه، لا انا عايزه يبص بشكل ايه، بشكل مستقيم كده. فحلو، كنترول تي، تمام، وروتيت اوبجكت. طبعا هو غالبا مش هيزود تفاصيل الرجلين من عنده، يعني مستحيل. اما هو لو شاطر وجدع يزود لنا التفاصيل، يعني يبقى جدع كده معانا. بصراحه انا مش هكدب عليك، هي دي الصوره المجانيه، يعني هي دي الصوره الوحيده المجانيه اللي انا لقيتها على فري بيك، لان انا كان هدفي، او بص هو زود حاجه من عنده بس طبعا ايه، هو هبل شويه. فادي صوره الاسد اهو، انا الاسد اهو، بص 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 حلو، حلو قوي. لان هي بص، هي الصوره كانت كده، فهو كمل التفاصيل دي. شايف التفاصيل دي؟ هو كملها من عنده. هي اه، عايز يبقى كده مثلا، كده مثلا اهو. ماشي، واقول له يا باشا دان، انا راضي جدا عن كده، راضي جدا. انت شايف التفاصيل؟ يعني هي الفكره في انت ما خدتش بالك، بس بص هو زود التفاصيل دي اللي انت شايفها عندك دي اهو. دي ما كانتش موجوده، دي ما كانتش ظاهره في الصوره الاصليه. وهي دي بقى الميزه بتاعت الاداء، ان هو بيقرا اصلا ده ايه، ده اسد، فبالتالي ده شكله، فهو لازم هيكمل بقيه الشكل. عارف انت اللي هو لعبه البازل، هو بيكمل الجزء المفقود. هي نفس الفكره بالظبط طبعا، زي ما انت شايف كده. يعني الى حد ما نتيجه مرضيه جدا جدا بالنسبه لي، طبعا بغض النظر عن الايه، عن العك اللي تحت ده. تعالى بقى نعمل هارمونايز كده وندمج الصوره دي مع الباك جراوند اللي هي موجوده فيها. انا الاسد اهو، انا الاسد اهو. بس والله يعني احنا يعني الدنيا رايحه بينا لفين تاني. يا حركاتك يا ادوبي، يا حركاتك يا ادوبي. الله يرحم فوتوشوب سي اس 6. والله انا اول ما بدات سي اس 6 كان بالنسبة لي حاجة عظمة. دلوقتي احنا بنحول 2D ل 3D بضغط الزرار احي. ولسه، ولسه في ملحوظة مهمة جدا يا عزيزي الفنان لحد ما الصورة تحمل، وهي فكرة ان الباشا ده او الأداة دي بتسحب من الكريدت بتاعك 20 كريدت في المرة. حلو الكلام. طبعا زي ما انت عارف، انت لما بتدفع الاشتراك بتاعك بيديلك حوالي مثلا 4000 كريدت حسب بقى اشتراكك انت في الشهر. لكن لازم تبقى فاهم ان هو بيخصم منك 20 كريدت في المرة. طب لو انا عملت وعايز اعدل تاني على الروتيت مش بيخصم منك حاجة، ودي بقى الميزة صراحة. طب زي ما انت شايف كده، هو طبعا طلع له كارلو في رجله، بس يعني ما علينا يعني. فيعني الى حد ما يعني ماشي. فاهم انت الموضوع ماشي ازاي؟ الى حد ما انا اللي عاجبني في الموضوع ده كله ان هو قدر يزود التفاصيل دي من عنده، وانا ما اديتلوش التفاصيل دي. وهي دي بقى الميزه بتاعت الاداه دي. في بقى حاجه كمان يمكن اغلب الناس مش هتقول لك عليها، وهي فكره ان هو يقدر يحول التكست من 2 دي ل 3 دي. التكست، ايوه، احنا كل ده كنا بنجرب بس على صور حقيقيه مثلا زي عربيه، كوره. يعني الموضوع مش اشكال بس، لا ده كمان تكست. تعال نشوف. زي ما شايف كده عزيزي الفنان، ده تكست. حلو الكلام اهو زي ما انت شايف. بس لما انا اجي اعمل كنترول تي واجي اعمل روتيت، يقول لي والله لا الاوبشن ده مش موجود، ده تكست. طبعا مش عارف تتخض، الموضوع بسيط جدا. فانا هشتغل اقول له طب بص ده مش تكست، انا هحوله لراستر. بص بقى اللقطه، ننزل هنا كده ونحوله لايه، لراستر. حلو الكلام. بص هو دلوقتي بقى لير عادي جدا. لما اجي اقول له كنترول تي، هبص الاوبشن فتح عندي اللي هو روتيت اوبجكت، هو بقى بالنسبه له ده اوبجكت مش تكست. حلو، تعالى بقى نتفرج كده ونشوف. بص يا عزيزي الفنان، بص فوق وتحت يا معلم، الدنيا جميله جدا، يمين وشمال يا معلم ودي. حلو الكلام. البرسبكتيف برضو شغال، بس مش هنحتاجه قوي في الحته دي. ماشي اهو. تعالى نجربه كده. انا بص انا عايز اجرب حاجه كده، فاهم، من الجنب كده اشوفه كده هيشتغل معانا ولا لا. بص كده ونقول له دان.
حلو. طبعا لو انت بقى عامل لاير فوق لاير او تكست فوق تكست وعامله بشكل 3 دي وبتاع، وجيت تحوله لراستر وبعد كده جيت طبقت عليه الاداه دي، هي معاك احسن من كده بكتير. تعالى كده نشوف. طبعا هو هنا هو خرب الكلمه، هو حولها ل 3 دي بس يمكن هو في العربي مش قوي. حلو. بس يعني الى حد ما تعال اهو بص الايديت. طب لو انا جيت رجعتها تاني، الايديت ده بقى مش بياخد منك كريدت. حلو. ونشوف هيعمل ايه. هو طير النقط، بس هو غالبا بيشتغل في الانجليش كويس جدا، لكن في العربي ممكن لسه محتاج برضو زقه. حلو. ماشي، رجع النقطه تاني. جميل جدا. فبس كده يا عزيزي الفنان، انا قلت لك كل حاجه انت ممكن طبعا انت ممكن تستخدم برضو لو معاك صوره مثلا لموديل معين وعايزه يبقى بزاويه معينه، زي ما انا قلت لك ما تكترش قوي، يعني ما تقلب مثلا الراجل اللي باصص كده تخلي قفاه هو الكاميرا، فهو غالبا هيبقى قفاه مش هو القفا اللي انت متخيله يعني. ماشي. طبعا انا مرضتش اجربها في اشكال بني ادمين عشان يعني ايه، لسه برضو مش افضل حاجه فيها، يعني هي برضو مش قويه. لكن ممكن اجرب معاك دلوقتي. تعال نجرب صوره عشان ما تزعلش، عشان برضو يبقى انا كده قلت لك كل حاجه يا عزيزي، انا كده قلت لك كل حاجه حرفيا. تعال نجرب برضو اخر تجربه على صوره البني ادمين، يعني هو لو انا جبته يمين شويه او شمال شويه، هل هيعمله بشكل مظبوط ولا لا؟ تعال نشوف. ادي صوره العبد لله. حلو. ريموف باك جراوند. يا مسهل. ماشي الى حد ما ظبطها. تعالى بقى نعمل روتيت. اول حاجه نعمل كنترول تي، بعد كده روتيت اوبجكت. بص يا عزيزي الفنان، انا خلصت كل الكريدت على الفيديو ده، فما يغلاش عليك حاجه يا عزيزي الفنان. لا حول ولا قوه الا بالله. انا كنت خايف اجربه عشان كده. انا كنت خايف اجربه عشان كده. طيب. كده فوق وتحت. يا لهوي. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا حول ولا قوة الا. وانا ليه افتكرت بتاعت ايام الناس اللي بتعبد الاصنام، ما اعرفش ليه. لا اله الا الله. طيب. بص كده يا حاج، كده انت بص كده ماشي وربنا يستر. هو غالبا بص عشان بيحط تفاصيل من عنده وضن. ايه الضحك ده؟ والله ايه الضحك ده؟ انا عشان كده ما كنتش عايز اجرب، انا مش عايز اجرب في البني ادمين. بس كويس انا جربت في نفسي عشان بس ما اشوهش حد ويجي يزعل لي بقى يقول لي انت شوهتني، انت عملت لي، انا بجرب في نفسي اهو. ماشي. والله حلو. يعني مقبولة، اي نعم بيفتكس من دماغه، بس يعني اهو. وحولها الكرتون صراحة مش حقيقي، بس يلا. يعني حلوة الى حد ما يعني تمشي. فاهمني. اهو الى حد ما تمشي يعني. ف برضه زي ما انا قلت لك، احنا كل ده في نسخة البيتا لسه ما دخلناش في النسخة الرسمية، فغالبا هم لسه بيجربوا بيشوفوا الفيدباك. لكن هي الى حد ما كويسه جدا. لما تيجي تجربها او تستخدمها استخدمها في حاجات بسيطه، ما تافورش، عشان هو بيفتكس من دماغه بيكسلز من دماغه كده وبيكمل لك الصوره من عنده، فيكمل لك حاجه غير المتوقع تماما. وبس كده عزيزي الفنان، اتمنى الفيديو يكون عجبك. ما تنساش اللايك سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان باذن الله لما السلسله الجديده تنزل. طبعا في سلسله احنا بنحضرها اسمها الماستر مايند. دي حاجه كده لذيذه جدا، عباره عن، ولا اقول لك عايز تعرف التفاصيل بتاعتها تابعني على السوشيال ميديا، هتلاقي كل الاكونتات بتاعتي تحت في الديسكربشن. وبس كده، فشكرا جدا ليكم واشوفكم في فيديو جاي وسلام.